أرادت الحماة الثرية اختبار شخصية زوجة ابنها، فتعمدت وضع الطين الكريه الرائحة على وجهها مما جعلها تبدو قذرة ومهملة، ثم هرعت بحماس إلى منزل ابنها. عندما فتحت الفتاة الباب أمسكت المرأة الثرية بيدها بحماس ونادتها: يا كنتي، يا زوجة ابني. استغرقت الفتاة بعض الوقت لتعرف أن هذه المرأة هي حماتها التي لم تلتقي بها من قبل، ثم دعتها على الفور بحرارة للدخول إلى المنزل. عندما رأى الرجل أمه تظهر فجأة خشي أن يتم الكشف عن هويته الثرية، ففزع لدرجة أنه بصق رشفة الماء التي كان يشربها. كان على وشك اختلاق عذر لطرد والدته عندما شم رائحة كريهة منها. في هذه اللحظة نظرت الأم الثرية إلى الفتاة بعيون مليئة بالتوقعات، على أمل أن تكشف الفتاة عن طبيعتها من خلال إظهار الازدراء، لكن لم تتوقع الأم أن الفتاة تصرفت وكأنها لم تشم شيئا، وقادت حماتها بسعادة للجلوس على الأريكة بوجه مشرق. عندما لم تجد الأم أي رد فعل، قامت بتصعيد المشهد الدرامي. أخذت تتنهد وتتحدث عن الحياة الصعبة في الريف، وكيف ربت الدجاج والخنازير بنفسها، وأن منزلها القديم قد انهار الآن، لذا لم يكن أمامها خيار سوى اللجوء إلى الزوجين. في تلك اللحظة رأت الفتاة قلادة باهظة الثمن على عنق حماتها، فأشارت إليها بتساؤل. الرجل خوفا من انكشاف هويته قال إن والدته اعتادت على العيش في الفقر، لذا اعتادت على شراء أشياء مقلدة لتتجمل بها. تنهد بارتياح عندما رأى زوجته تصدق كلامه، ومع ذلك ما لم تعرفه الحماة الثرية والرجل هو أن الهوية الحقيقية للفتاة هي الابنة المدللة لأغنى رجل كانت الأصول تحت اسمها لا تعد ولا تحصى، لكنها شعرت بالملل من حياة لا ينضب فيها المال. الفتاة التي أخفت هويتها التقت بالصدفة بالرجل الذي كان يتظاهر بالفقر أيضا. انسجم الاثنان بسبب تشابه شخصيتيهما، وتزوجت منه سرا دون إخبار والدها. عندما اكتشف الرجل الأغنى أن ابنته قد تزوجت، غضب وأمر أتباعه بالتحقيق لمعرفة أي رجل تزوج ابنته. وفي تلك اللحظة وبينما كانت الفتاة تتحدث مع حماتها، تلقت مكالمة من كبير الخدم. قال كبير الخدم إن والدها عرف عنوانها وإنه في طريقه لاصطحابها، ولكن بعد ثوان سمعت صوت والدها يتردد في الردهة أمام الباب. وضعت الفتاة على الفور عينها على الثقب السحري لمراقبة الوضع، وفي اللحظة التالية فتح الباب.